منتخبنا الوطني والنادي الاهلي واللي كان نجم النهارده فوق العاده مؤمن زكريا. برحب بيك. تحيات كابتن سيف والاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك والنائب. طبعا برحب بيك يا مهيب وبرحب بكابتن سيف والاستاذ احمد مرتضى، والف مبروك ان هو بقى نائب مجلس الشعب. دي حاجه كويسه. عارف انتوا اصحاب يعني. لا دي حاجه كويسه، وحاجه كويسه كمان الشباب مصر يبقى موجود في مجلس الشعب، ان هو دي حاجه كويسه، وببارك له على الهوا، يعني اول مره ابارك له على الهوا. ربنا يخليك يا مؤمن. يعني قول لي، مباراه كانت مهمه النهارده، اعتقد يعني وجودك النهارده كنت يعني ما شاء الله في المباراه متالق رغم ضربه الجزاء اللي ضيعتها، لكن انا شايفك سعيد. يعني انا بعرف مؤمن زكريا بعد المباراه اذا كان سعيد ولا مش سعيد. النهارده شايف ان انت سعيد بوجودك مع منتخب مصر. طبعا دي حاجه كويسه ان الواحد يلعب منتخب مصر، منتخب بلده. ده حلم لاي واحد بيلعب في الدوري المصري ان هو يبقى يمثل بتيشيرت منتخب مصر. دي حاجه كويسه، وطبعا بتضيف للواحد حاجات كتير مهما كنت تلعب في نادي، بس اسمك في المنتخب دي حاجه كويسه. وعلى مباراه النهارده طبعا مباراه كويسه، نتيجه كويسه، ودي اهم حاجه. وبرضه انا شايف ماتش الاردن اداء كويس، بس مشكله هي كانت في النتيجه. بس اداء الاردن انا شايف كنا كويسين جدا، قدرنا نوصل للجون مستحوذين على 90 دقيقه، بس طبعا هي النتيجه فبتزعل الناس كلها، واكيد الاول اللعيبه. والنهارده اداء كويس ونتيجه كويسه، فالحمد لله ان ختمنا المعسكر باداء كويس ونتيجه كويسه، ونتمنى الوقت الجاي قبل مباراه نيجيريا يبقى في معسكر تاني استعداد لمباراه نيجيريا. يعني قول لي مؤمن، مع الاهلي متالق، يعني ساعات بتقفل وساعات بتفتح، لكن اعتقد ماشي بشكل كويس مع النادي الاهلي، عامل جماهيريه كبيره جدا. مباريات قادمه مباريات صعبه مع انبي مع الزمالك، ودايما بتتالق في المباريات الصعبه سواء انبي سواء الزمالك. لا اكيد طبعا، انت بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، زي ما عندك ارضيه كويسه مع الناس مع الجمهور مع اللعيبه ذات نفسها، فالحمد لله الواحد يقدر يحقق مع النادي الاهلي بطوله. حققت بطوله السوبر، فان شاء الله زي ما انت بتقول مباراه صعبه، لا من انبي في زمالك في مصري، فاكيد كل المباريات صعبه. تقدر الحمد لله يعني تنافس على بطوله الدوري من خلال الثلاث ماتشات دول. انت اول دوري دلوقتي، فتبقى استعداد كويس برضك من المنتخب، جاهزيه اللعيبه كتيره اللي موجودين في القاهره، هتبقى ان شاء الله استعداد كويس، ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في مباراه انبي وبعد الزمالك وبعد كده مصري. بس ناخد مباراه الاول اللي هي انبي، بعد كده تفكر في الزمالك، بعد كده تخلص الزمالك تفكر في المصري، فمباراه بمباراه يعني. لسه بقول كان معايا صبري رحيل في لقاء، قلت له انت يعني من اللعيبه اللي لعبت للاهلي ولعبت للزمالك والجماهير بتحبهم، ايضا مؤمن زكريا من اللعيبه اللي لعبوا للزمالك ولعب الاهلي والجماهير الاثنين بتحبهم. الحمد لله، يعني هي كانت شذات ظروف حصلت، خلاص يعني مش عايزين ناخد في الموضوع ده. لا انا بتكلم على الجماهير مش دعوه. اكيد في جماهير يعني فاهمه الوضع، وبعد كده في جماهير مش متقبله اللي حصل، بس هو في الاخر ده نصيب بتاع ربنا واختياري، والحمد لله. يعني المباراه تبقى صعبه، مباراه صعبه جدا يعني، بس انا اقول لك حاجه، المباراه يعني تركز في مباراه انبي الاول، ما تفكرش في الزمالك دلوقتي، تركز في انبي، تكسب انبي ان شاء الله، تحافظ على الصداره، بعد كده تفكر بقى في مباراه الزمالك. هي مباراه صعبه، يعني بتبقى ممتعه. اكيد بتبقى ممتعه، والواحد بيستمتع بمباراه الاهلي والزمالك، بيبقى اجواء غير طبيعيه طبعا في مصر، الناس كلها بتنتظر المباراه دي، فان شاء الله نكون من نصيبنا باذن الله ونقدر نحقق المكسب فيها ان شاء الله. يعني بشكرك يا مؤمن، واكيد يعني انت سعيد النهارده بوجودك مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. المدير الفني بيشغل بال لعيب النادي الاهلي واختياره؟ لا دي حاجه مش بتاعتك، لو بيشغل بال ما كانش حاصل الاداء اللي هو في ماتش الاسماعيلي ماتش الاتحاد. لا انت لعيب في الاول والاخر، بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، عارف يعني انت لو مفيش مدرب بره وانت في الملعب تأدي بالاداء، هي المدرب اللي بيجي بس بيحط رولز وبيحط قواعد بس انت لعيب النادي الاهلي، عارف يعني تلعب في تيشيرت النادي الاهلي باسلوب النادي الاهلي، ان انت بتلعب بتنصر لا تغير الوقت. لا يعني اللعيب هو اللي كل حاجه بالنادي، وهو اللي عارف مسؤوليه النادي، واكيد لو كابتن زيزو ماشي كويس معانا، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل يعني الفتره الجايه، فانت اللعيب هو المسؤول، ان على الاول في الاخر تغيرات مدربين دي مش بتاعت اللعيبه، يعني مدربين كتير مشوا ومدربين جاد، اللعيبه اللي موجوده وهي اللي بتأدي وهي اللي بتكسب، فدي حاجات ان يعني بيبقى اللعيبه حاسه بذاتها، يعني حاسه ان هي اللي بتعمل مدرب، هي اللي بتجيب مدرب، هي اللي موجوده على طول يعني. بالتوفيق يا مؤمن، وان شاء الله نشوفك كده دايما متألق مع